والله يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، بس ان هذا الفيديو بقى مالي بالصرف. شايف الحلاوه؟ يالا قلب الصغير لا يتحمل. يلا نخش ونصلي على النبي في الكومنت. هننزل نجيب بقى الفخده ونبدا نشرحها بالشكل ده بالسكينه، وبعد كده بقى تروح تجيب لك الخضار بتاعتك، وهي هتبقى عباره عن طماطم وفلفل اخضر وفلفل حامي وجزر، وما ننساش بصلتين للزوم الحروقه. وهنجيب بقى 9 بهارات بتاعتنا، وهنجيب بقى البهارات بتاعتنا، ودي بتبقى بهارات لحمه وفلفل اسود وملح وبابريكا وشطه وكمون. وبعد كده هننزل بمعلقتين كبار من الزيت و3 معالق من الصلصه، ونبدا بقى ان احنا نمكس كل الخليط ده كله مع بعضه. والخليط ده بقى يا ابن قلبي هو اساس الفخده بتاعتنا، فكل ما تهتم بيه كل ما هتلاقيه. ونجيب بقى العزيزه بتاعتنا الفخده الجميله، ونبدا ننزل عليها بقى بالخليط اللي احنا عملناه. وهتبدا بقى تمسك الفخده بتاعتك بالخليط دوت، وتفضل تدهنها كده زي ما هتدهن المنشن التاني، وزي ما عملنا في وش الفخده كده اهوت نعمل برده في ظهر الفخده بنفس النظام. وبعد كده بقى هنجيب 8 من فصوص الثوم، ونبدا بقى ان احنا نعملها كده بالظبط بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وهننزل بقى بالخضار الجميل اللي احنا قطعناه، هننزل بقى عليها بنص كوبايه من الميه. ويلا بينا بقى نلف الفخده بتاعتنا كده يا ابن قلبي بحته سلوفانه كده جميله، وندخلها الفرن. ويلا بينا بقى نفتح الجريمه اللي احنا عملناها دي بقى كده وندوق معاكم. طبعا انا بعتذر لكل واحد بيتفرج على الفيديو، انا عارف ان المنظر جامد جدا.